يعني شو ترجى بعد؟ وثاني شيء من نموت تجون تكتبون اسمه واسم اهلي واسم عشيرته على القبر. لا خاله هاي ما صارت. يا الدفان مشكوله ذمتك وذمه اهلك منا اليوم القيامه. هذا صممنا وقل صممنا هسه ونشرنا. يا الدفان اذا موت بالعراق مشكوله ذمتك اذا تكتب اسم احد من اهلي على القبر، بس اسمي زينب المجهوله، زينب الغريبه، هيك اكتب. مشكوله ذمتك من اليوم الى يوم القيامه. خاف اموت بالعراق، خاف البشر ما يذبوها. ها مشكوله ذمتك يا الدفان اذا تكتب اسم واحد من اهلي على القبر. يسوي لي غثه، يخنقني القبر اذا باسم واحد من عندهم. سمعيت؟ صمما متابعاتي الفانزات. مشكوله ذمتك يا الدفان، هاي ثالث مره. ذمتك وذمه اهلك اذا متت بالعراق وكتبت اسم واحد من اهلي. انا اسمي زينب الغريبه، ينكتب على القبر مالتي زينب الغريبه. خوش ما اريد واحد من عندهم، لان القبر منا ضيق ومنا يحطون اساميهم على قبري. صدقوني ما اتحمله، هو القبر خنقه. سمعيت؟ صمم